السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم سنقدم لكم ملخص رائع حول درس مميزات الموارد الطبيعية. اليوم راح نديره على البترول. سنقدم لكم في هذا الفيديو ما هو البترول، ما هو تعريف البترول، وما هي خواص البترول، وما هي مراحل تشكل البترول، كيف يتم البحث عنه. سنقدم لكم في هذا الفيديو البترول أو النفط الخام، وهو سائل طبيعي يتكون من خليط معقد من الهيدروكربونات، وهي مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين، ويوجد في تكوينات جيولوجية البترول. البترول هو مادة قوية طبيعية يتكون من مواد عضوية وليس الفحم تحديدا، تشكلت عبر ملايين الكائنات الحية البحرية المدفونة تحت طبقات الصخور. خواص البترول: التجربة: نضع القليل من البترول في طبق بتري ونفحص لونه ورائحته وقوامه. الملاحظة: لون بني مسود، رائحته كبريتية مميزة رائحة البنزين. الملمس: لزج. التفسير: البترول لزج ذو رائحة مميزة وذو لون بني مسود. التجربة: نضع قليل من البترول في أنبوب اختبار مع القليل من الماء ثم نرج المحلول. الملاحظة: البترول يطفو فوق سطح الماء. التفسير: لأن البترول أقل كثافة من الماء. التجربة: نضع قليل من البترول في أنبوب اختبار مع القليل من الماء ثم نرج المحلول. الملاحظة: البترول يطفو فوق سطح الماء. التفسير: لأن البترول أقل كثافة من الماء. التجربة: نضع قليل من البترول في أنبوب اختبار مع القليل من الماء ثم نرج. التجربة: نبلل رأس خشيبة قطنية بالبترول ونقرب منها عود ثقاب مشتعل. الملاحظة: تشكل اللهب وصعود دخان أسود. التفسير: لاحتوائه على الفحم. التجربة: نبلل رأس خشيبة قطنية بالبترول ونقرب منها عود ثقاب مشتعل. الملاحظة: تشكل اللهب وصعود دخان أسود. التفسير: لاحتوائه على الفحم. التجربة: نبلل رأس خشيبة قطنية بالبترول ونقرب منها عود ثقاب مشتعل. الملاحظة: تشكل اللهب وصعود دخان أسود. التفسير: لاحتوائه على الفحم. التجربة: نضع قطعة من البترول وقطعة من الماء في ورقة بيضاء ونعرض الورقة للتسخين. الملاحظة: ترك البترول البقعة الشفافة لا تزول بالتسخين. التفسير: البترول مادة دهنية زيتية. التجربة: نضع قطعة من البترول وقطعة من الماء في ورقة بيضاء ونعرض الورقة للتسخين. الملاحظة: ترك البترول البقعة الشفافة لا تزول بالتسخين. التفسير: البترول مادة دهنية زيتية. التجربة: نضع قطعة من البترول وقطعة من الماء في ورقة بيضاء ونعرض الورقة للتسخين. الملاحظة: ترك البترول البقعة الشفافة لا تزول بالتسخين. التفسير: البترول مادة دهنية زيتية. التجربة: نضع قطعة من البترول وقطعة من الماء في مرحلة تشكل البترول. مرحلة الترسيب: بعد موت الكائنات الدقيقة البحرية تتوظف في قاع المحيطات حيث تدفن تحت الرواسب كالطين والرمل في أحواض ترسيب فقيرة جدا للأكسجين. مرحلة تشكل قطعة البترول: تدفن الطبقة الغنية بالمواد العضوية برواسب أحدث منها مما يؤدي لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة، وبتأثير البكتيريا اللاهوائية تبدأ قطعة البترول في التشكل. مرحلة هجرة البترول: يحدث صعود وهجرة للبترول والغاز الطبيعي المتكون من الصخر الأم نحو الأعلى، يمر بين مسامات الصخر الخارجي. لكي نجد البترول يجب علينا البحث والتنقيب.